السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيع رسول الله. جمعة مباركة عليكم، ربنا يا رب يجعلها جمعة كده كلها خير وبركة ورزق، اللهم امين يا رب العالمين. بمناسبة بقى يوم الجمعة كده، طبعا في مننا كتير بيحب يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة كده، فبصراحة استوقفتني آية كده في سورة الكهف. طبعا سورة الكهف كلها كده مواعظ وحكم، وكلها قصص جميلة قوي. بصراحة انا بحب اقرأها قوي، سورة جميلة كده. بصراحة الآية اللي استوقفتني هي في قصة سيدنا موسى والخضر. سيدنا موسى لما كان ماشي مع الخضر، فكان في جدار مائل كده، يعني ايه جدار هيقع. فسيدنا الخضر بناه، فاستعجب سيدنا موسى وقال له انت ليه بنيته؟ فرد عليه سيدنا الخضر وقال له: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هي دي بقى الآية اللي استوقفتني. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعت رسولين علشان يبنوا جدار تحته كنز لطفلين يتيمين كان أبوهما صالحا. يعني ايه؟ يعني دي آية لازم كلنا نقف عندها. يعني أعمالنا بتقعد لأطفالنا، عملنا بتقعد لأولادنا كده بعد ما ماتنا وفي حياتنا. أيوة طبعا عملنا بتقعد لأولادنا، والدليل على كده إن ربنا سبحانه وتعالى بعت رسولين علشان يبنوا الجدار لطفلين، علشان الكنز بتاعهم يفضل محفوظ كده لما يبلغوا أشدهم ويكبروا، ويقدروا إن هم يحموا الكنز بتاعهم ويستخرجوه من تحت الجدار ده. ده الإيه؟ ده بأعمال أبوهم وأمهم، أعمالهم كانت صالحة. ان احنا لازم كده اعمالنا تكون صالحة، ويعني ايه ونفكر كده في اولادنا، نفكر في اولادنا علشان اعمالنا بتقعد لهم. والله اذا كانت اعمال خير بتقعد لهم، اذا كانت اعمال شر بتقعد لهم. لازم كده نعمل الخير دايما، ولازم نكون ماشيين على سنة الحبيب، ولازم نعلمهم صح. لازم نعلمهم حب الدين، لازم نعلمهم المبادئ والقيم والاخلاق. ما نسيبهمش كده للدنيا هي اللي تعلمهم، ما نسيبهمش للنت هو اللي يعلمهم، ما نسيبهمش لاصحابهم ونسيبهم بقى ايه بحريتهم كده، وتقولي بكره يكبر وبكره يعقل. لا طبعا، لازم انت اللي تعلميه، لازم انت اللي تنشئيه، لان ده هيبقى هو حصادك كده، حصادك في الدنيا. دي حاجة انت بتزرعيها وبتفضلي كده تنتظري حصادها كده في الدنيا. لو زرعت صح هتحصدي صح، هتحصدي تحصدي كده بنت كويسة، عارفة دينها، عارفة اخلاقها، عارفة شريعتها، ما بتمشيش في حاجة غلط، بتلبس كده اللبس الديني واللبس الشرعي عشان عارفة ان ده هو اللي هيوصلها لآخرة كويسة، عشان عارفة ان هو ده الطريق الصح. بتبني شاب كويس عارف ان هو يحافظ على اخلاقه، عارف ان هو يحافظ على بيته، على زوجته. لما يتجوز كده هيحافظ على زوجته، يعرف يربي زي ما انت ربتيه. ابنك او بنتك ده عبارة عن البيت كده. لما بتيجي تبنيه مش لازم تأسسي صح، علشان البيت لما تيجي تقيمي ادوار، دور اول ودور تاني ودور تالت، لازم يكون الاساس صح. لا اما الادوار دي كلها في الاخر هتتهد وهتقع، وكل تعبك هيروح في الفاضي. اهو ابنك لازم تربوهم صح. وتربوهم صح ازاي؟ مفيش اجمل من تربية السنة، سنة حبيبك النبي كده. تربيهم زي تربية النبي، تربيهم على القرآن، تربيهم على السنة، وتربيهم على حفظ القرآن، تربيهم على ازاي يعرفوا الصح، ازاي يعرفوا الغلط، ازاي يبعدوا عن الحرام. الحرام ده لو هم بعدوا عن طريق الحرام، ربنا هيسر لهم الامور وهيسر لهم الدنيا، وهيخليهم مبسوطين وسعداء في حياتهم. وطبعا قبل ما تربيهم لازم انتي تكوني تسعي كده على نفسك ان انت برضو تخلي اعمالك صالحة، تخلي اعمالك مع الناس حلوة. ما تبصيش لحد، ما تبصيش لاولاد حد، ما تبصيش لرزق حد، لان اللي بيتمنى الخير لغيره ربنا بيسره له، وبيطرح له البركة في اولاده. لكن اللي دايما حاطط عينه في حياة غيره، باصص لرزق غيره، باصص لفلانة ده هي اتجوزت وبنت لسه ما اتجوزتش، فلانة ده هي اتجوزت جوازة حلوة وبنتي مثلا
جوازتها متعثرة مع جوزها شوية، ما تبصيش لرزق حد، خليكي دايما مقتنعة باللي ربنا عطيهولك، لان انتي ممكن ربنا يكون عاطل دهيت زوج كويس، او عاطلها مثلا متعلمة تعليم كويس، بس ربنا سحب منها الصحة، سحب منها الاولاد. لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش للشخص كل حاجة، لازم كده يكون واخد من الشخص حاجة علشان يلجأ دايما ليه، لازم يلجأ ويقول يا رب، لازم يكون عنده حاجة كده تكسره عشان ما يكونش مغرور، عشان ما يكونش شايف نفسه على الناس، انا عندي مال، انا عندي صحة، انا عندي اولاد، انا عندي جاه، انا عندي سلطة، فده كله هيخليه كده متعالي على الناس ومتكبر على الناس. فلازم ربنا يديله حاجة كده تخليه دايما عشان يطلب من ربنا كده سبحانه وتعالى ويتقرب منه، ويصلي كده ويدعي له ويطلب منه في كل وقت. اي حاجة كده بتعمليها غلط سيبيها واتركيها، من ترك شيئا لله بدله الله خير منه. اعملي كده لاخرتك، واعملي لاطفالك، واعملي لاولادك كده الخير، لان هم دول اللي انت هتسيبوهم في الدنيا قلقانه عليهم. اعملي الخير واعملي الاعمال الصالحه عشان تعود لهم، هتقعد لاطفالك وهتقعد لاولادك. ممكن كده مثلا ام تموت بس ربنا كده ييسر لولادها الامور ويبقوا عايشين كويس ويتجوزوا جوازات حلوة مع اشخاص حلوة. وممكن واحدة تانية تكون عايشة لسه اولادها بس متجوزين جوازات سيئة خالص، وزوجاتهم تعبينهم في حياتهم ومزهقينهم في حياتهم. فده من ايه؟ ده اعمالك وتربيتك. ربي صح واعملي صح، ربنا سبحانه وتعالى هييسر لك امورك وهييسر لك الامور لاولادك كده، ويخليكم دايما عايشين في سعادة وهنا كده ورضا. ربنا يرضى علينا وعليكم يا رب، ويرزقنا الرضا ويرزقنا الطمأنينة يا رب والتقوى، اللهم امين يا رب العالمين. دايما كده ادعي ربنا، قولي يا رب ارزقني الرضا. الرضا ده شيء جميل جميل جميل، انك ترضي كده باللي ربنا عطيهولك، ترضي مثلا برزقك، ترضي بزوجك، ترضي باولادك، ترضي آه، يعني بحياتك عامة. ما تبصيش لحد، ما تبصيش في رزق حد، ما تبصيش لمال حد. ليه؟ ربنا هيبدلك احسن واجمل منه. بس ده عايز رضا وعايز صبر وعايز تقى كده وطمأنينة. عايز منك انك تقولي الحمد لله دائما وابدا. لازم كده نعلم اطفالنا على حب كده صلة الرحم، على حب المساجد، على حب كده السنة، على حب القرآن. بلاش ابنك اللي ماشي بصدره مفتوح ديت بيغلط في فلان ويغلط في ده ويغلط في ده، وتيجي مثلا حد يشتكي لك او حد يزعق له تزعلي كده وتتضايقي، ويبقى ده عدوك. يعني اللي بينصح ابنك او بيقولك على ابنك حاجة، ابنك مثلا عمل فيها كذا عمل فيها كذا، ده كده بيبقى عدوك ساعات والله. يعني بستعجب كده من امهات مش عايزه حد يقول لها ابنك عمل ولا ابنك سوى، لا، عايزاك كده تاخدي من ابنها. مثلا لو انت مثلا عايشين مع بعض في البيت، ابنها يهزقك مثلا ويغلط فيكي ويهين فيكي، وعايزاكي مثلا ايه، ما تتكلميش، انت كده تبقى حبيبتها. لكن اتكلمتي وقلت لابنها عيب او قلت كده غلط، تبقى عدوتها. على فكره دي حاجه مش كويسه خالص، وانت كده بتزرعي في ابنك ان هو يكون طليط اللسان ملوش كبير، يعني ما بيحترمش حد. دي حاجة هتأثر فيه هو لما يكبر، ان هو مش هيكون بيحترم حد، ولا انت هتعرفي تسيطري عليه بعد كده. يعني دي حاجة هتضرك انت قبل ما تضر اي حد تاني. تربيتك لابنك بتنفعك انت، بتنفعك لما تكبري كده ويكون ولد صالح، ولد صالح كده واقف في ظهرك، واقف سند ليكي ولاخواته، مش ولد عاق. ما بيسألش فيك ولا بيسأل في اخواته ولا عايز يشوفك اصلا ولا يشوف اخواته. يعني والله جد احنا عدنا في زمان يعني لا نحسد عليه. يعني ما فيش يعني بالمعنى الاصح كده ما عادش في اخوات بيعزوا بعضهم، ما عادش في اهل بيعزوا بعضهم. تحس ان هم عادوا حاقدين على بعض، وعادوا مستكترين على بعض الراحة والطمأنينة. تلاقي الاهل كلهم دلوقتي في بيت واحد، وممكن تلاقيهم كلهم ما بيكلموش بعض بسبب مثلا اطفال، بسبب ان الاطفال اتخانقت مع بعضها، بسبب النفوس اللي عادت مريضة بجد. نفوسنا عادت مريضة قوي، وممكن تلاقيهم متخانقين ما بيكلموش بعض عشان الورث. يا الله، لو كل واحد بس ياخد كده موعظة ان احنا في الاخر هنتلف كده في في كفن ابيض، وهنتحط لوحدنا كده في القبر. لا مال ولا بيت ولا فيلا ولا اولاد
ولا زوجة ولا اهل ولا حاجة خالص، لوحدك في مكان صغير ولا واخد اي حاجة معاك. لو كل واحد بس يتعظ كده ويعمل حساب لليوم ده، صدقوني هنبقى كلنا كده على قلب واحد كده، وعلى سنة واحدة، وهنحب بعضنا، وهنتمنى الخير لبعضنا. والاهل اللي متخاصمين واللي متعاركين واللي ده كله هيبقوا سعداء وهيبقوا كويسين مع بعض زي ايام زمان كده. والخير بتاع زمان يعني جايز الغلا واللي احنا فيه والوباء والبلاء والهموم اللي كترت والامراض اللي كترت دي يبقى عملنا وذنوبنا، والله يبقى عملنا وذنوبنا. لان كان الاول الناس صافيين من جواهم، الاخ بحب اخته، الاخت بتحب اختها، النفوس كانت صافية، النفوس كانت كلها كده راحة، ما كانش فيه نت وما كانش فيه البلاء واللي احنا فيه ده كله. يعني الولد كده الأم بتعرف تربيه على الفطرة وعلى السنة والتربية الصحيحة. لكن دلوقتي ولا حياة لمن تنادي. لو قعدت كده تربي في ابنك الفاسد من هنا للسنة الجاية، خلاص هو فاسد. فلازم كده تعلمي وتربي ابنك من الأول كده على السنة والفطرة وحب الناس وحب الأهل واحترام الأهل. لازم تعلميه كده ان هو يحترم الأكبر منه، لازم تعلميه على الصح، تعلميه كده حب المساجد، تعلميه كده حاجات تنفعه لما يبقى اب، حاجات تنفعه لما يبقى شاب، لان ده هو اللي هينفعك. لان في حديث بيقول ينقطع عمل المؤمن بعد موته إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعمل نافع ينتفع به، وولد صالح يدعو له. خليكي مثلا ما عندكيش حد يعمل لك صدقة جارية او انت ما عملتيش صدقة جارية، اعملي الاتنين التانيين. عمل نافع ينتفع به، خلي ابنك وبنتك دهوت العمل النافع اللي انت سبتيه في الدنيا يعمل خير كده ويكون ماشي على الدين، ويكون ليكي كده حاجة تحصدي بيها حسنات وانت نايمة كده في قبرك. هو بيعمل الحسنات وبتتكتب لك علشان ده تربيتك، دي زرعتك، ديت تعبك وابنك اللي انت تعبت فيه او بنتك اللي انت تعبت فيها وربتيها وعلمتيها. وولد صالح يدعو له. رب كده ابن يفتقرك في كل وقت، يفتقرك في كل مكان، يفتقرك في كل كده ساعة. لو أكل أكلة حلوة يقول الله، أمي الله يرحمها كانت بتعملها. لو شاف حاجة كده عجباه يقول الله، الله يرحمها أمي كانت بتعملها. أي حاجة كده تيجي على باله أو تيجي على باله في أي وقت، أو يشوف لك أي صورة أو يشوف لك أو يفتكر لك أي ذكرى كده تكوني على باله دائما وبيدعي لك وبيجي يزورك ويتصدق عليكي وبيعمل لك إطعام، ويكون لك كده نور كده في الدنيا لسه كده منور ومضيء. ليكي قبرك. يا رب يجعل أطفالنا وأولادنا ذرية صالحة وبارك لنا فيهم واحفظهم، اللهم امين يا رب العالمين. وجعلهم كده من الصالحين في الدنيا والاخره يا رب العالمين، واجمعنا بيهم في الدنيا وفي الاخره، واجعلهم يا رب عتقائنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل تربيتنا لأطفالنا وأولادنا وتعبنا معاهم في الدنيا ويحفظنا عليهم وتربيتنا وتعبنا معاهم، ان ربنا يا رب يعتق رقابنا من النار. انا واياكم يا رب العالمين، ويبارك لنا في اطفالنا واولادنا وازواجنا، ويجعل منا كلها خير وبركة وسعادة يا رب العالمين. وكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله كل جمعة هعمل لكم فيديو زي ده. واعذروني بقى لو في اي خطأ، لان احنا لسه كده بنتعلم وعلى قدنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.